السلام عليكم شباب، رجعت لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من سيرفر كرافت. طبعا انا سويت حظيرة مال اغنام، كنت مصور كل شي. تدرون هذا الفيديو السادس انا صوره. طبعا والله تعبت، شوف صور هذا المساحة كلها سويتها، والله العظيم. عندي هي كيفنج هذا كله صورته اني، بس راح. الف الحمد لله والشكر. شوف هسه راح ننزل، شو رايكم اسوي هذا هنا؟ بدنا ندخل. طبعا هي سويت هاي مزرعة هنا داخل الكهف، ها كله كنت مصوره، بس ما حالفني الحظ. هذا شوف منا راح اروح. الف الحمد لله والشكر. طبعا لو ما كان صار الفيديو راح اصور لكم اياه اليوم، كان صار يجوز احتمال 30 دقيقة 40 دقيقة لو ما محذوفات. المهم شباب، ان شاء الله راح نقدر نعوض لكم كل هذا النقص اللي حصل. ان شاء الله راح يكون هذا مدته ان شاء الله فوق 10 دقائق. اذا قدرت اسوي فوق 10 دقائق اسوي. طبعا هذا انا سويته كله كان مصور. يعني هذا الكهف جدا، يعني مو كهف، يعني انا حفرته هذا كله بيدي، جدا طويل. يعني هسه هذا عندك هذا اطول شي، يعني هذا امتداد. هسه راح تنزل لي جوا، لان هنا ما لقيت ايرون نهائيا، فقلت خلنا ننزل لي جوا. لقيت نزلت يعني مسافة لي جوا شوية، لقيت ايرون ولقيت جولد مثل ما تلاحظون شباب. هسه جاي انزل. ها كله كان مصور. هسه راح نلوف منه، راح نوصل نهاية. من نوصل النهاية اكو كهف، يعني راح وصلت نهاية، وصلت الكهف يعني. المهم شباب، هسه راح نوصل، ما بقى لنا شي. اشوفكم نهايته. يعني هنا كونت وحوش مثل ما تشوفون. هذا سكيلتون ضاربني، وكريبر تفجر علي وطيح حظي. المهم نرجع نصعد فوق ونرجع لكم. وصلت هنا مثل ما تشوفون شباب. جتني فكرة، قلت ليش ما اسوي هنا يعني صناديق هنا، اخليه هنا رتب مكان. يعني هسه انا مثل ما شفت انتم مكاني بالبداية كله يعني خارج، واي زومبي يهجم علي فدوخه ووجع راسه. طبعا شباب صعدت لقيت الدنيا ليل، خلنا نام نقعد الصبح نشوف. يا الله، قعدنا الصبح. لك باع الزومبي، يا الله. لك حتى دروع ذهب لابس. لك تضربني؟ تعالي ساحرة. هلا والله لازم تقتلها. اذا افضل هنا لا تجيك. هذا خلنا نجهز نفسنا من حيث الاكل على مود نقتلها. يا الله، يلا جيب الدجاج، يلا هجم لها بسيف الايرون. يا الله هذيانها يا الله. مالت الوجع تلقح سموم، هاي تفادى سمومها. تفادى اول واحد. والله اللي يقع واحد بيه، وقع هذا بيه. انشلبت. تعالي بالمياني. لك لا، وقعت بالماء. هسه شلون اضربها؟ اكل قلوبي تناقصن. يلا استعجل اريد اقتلها يا هذه بنت الكلب ساحرة. اسحر راسك هسه انا. حد يقول لي ليش؟ لك همني انا ارجع اقع بالماي. تنطيني هذا من ضربني. لك سكيليتون. موتيني. يا الله، انا اعلم لك بس صبري، بس خلت تروح هاي لعنتك الجايفة، بس خلها تروح. لك هذه ما تفعل تروح. لك والله لو عندي بو الا اشخط راسي. اجتني يهرب. والله هذه لا وصلتني الا تشخط راسي. وين رحت على الماي؟ لك انشتريت. رجعت لها. لك تعالي تقتليني بنت الكلب، بنت الدبسز. لك اليوم الا اكسر راسك ادبسز. تقتلين انتي، راسك مطعوج. قتلتني للمرة الثانية. يا الله شو سوى هسه؟ بس لازم نلم القراض على مود نقتلها. نلم قراضنا. جيب السيف، اهم شي السيف. اهم شي البس الدروع اللي عندنا، البسها.
يس بقتنا بس الخوذة، بس ما يخالف نروح لها بلش نقدر نقتلها، ما زال دمه هي قبل لا يفول. بس تعالي لي ولك انا اعلم لك لا مع دمي. ايه همزين طفنا ردستون وعلاج دم، لا استعجل بعلاج الدم. ايه رفع قلوبنا همزين رفع قلوبنا. بس خلنا نوصل اليابسة على مود اكل، بس خلنا اوصل اليابسة. ليش اوصل اليابسة؟ خلنا ناكلها بالمية هنا. المهم يا الله يلا ما تروح اللعنة البنت ما تروح لك والله مكلبة بيا، ما تفعل تروح عني يا اخي. بس زول كف يا اخي من يمي. ايه همزين راحت يا الله. ايه بدا يتزايد قلوبنا، ناخذ قراضنا نجي. يا لم لحمزون بش يسوي بيك؟ ديرت يفيدنا بتعديل القاع. طبعا شباب اني عندي شو اسمه هذا يطلع من عنده اسوي منه بلوك، فنجيب الكرك ناخذه بالكرك اسرع. هذا يصير من عنده البلوك. هسه اشوفكم شلون تطبخه بالطباخ يصير لك من عنده هيجي اللي ينصنع منه. المهم هسه تشوفون، هسه اشوفكم شلون. يلا لمهن رايحي لك يا كرافتن تيبل. يا الله الماي لك، نجيب اللحم اكله. يا الله كله من ورا الخروف، والله كله من ورا الخروف. ايه هذا اوقف خلنا نشوفكم شلون تنصنع. طبعا هذه تحطه يطلع لك هذنه، شوف ايه هذنه يجنك جايها من نصنع هنا. تمام هسه اشوفكم شلون تنصنع. هسه بس خلي يلقى بلوكتها. اي هذه هسه نصنع من عندها 15 بلوكه، واحنا عندنا 49. ايش قد يصير عندنا استاك كامل. حلو جميل. خلينا نشوفكم 49 اليمنى. شوفوا هاي كلها موارد. طبعا كل هاي الموارد جمعت هنا من الكهف، كان كل تكسيري بالكهف. كنت كلها جميع من الكهف، يعني صار لي يمكن يوم اصور، وكل تصويري كان على الفاضي. المهم كان كل تصوير على الفاضي، يمكن صورت 6 مقاطع، ظليت ادور لهن ماكو قلبت الجهاز 1000 مرة ما لقيت التصوير اللي صورته، فلذلك رجعت صورت لكم. وان شاء الله على الحلقة الجاية راح تشوفون بناء البيت مو اسطوري. طبعا عندنا ردستون. كنت اريد اصنع لكم هاي السكة مع الحديد، بس ما اتذكر من شنو كانت تنصنع. ظليت ادور لها ما لقيتها، واني ناسي شلون كانت صناعتها هذه السكة مع الحديد. ولا كنت اصنعها تعال لك انت قروي فاشل، قلت لك بالكرك. والله طبق الكرك على راسك ابو اللامات. هذه طبعا بالتصوير راح قصيت من عند اللامات 2 طبعا شوفوا خلنا نلبس خوذتنا ذي راحت. يا الله شوف هاي شكلي. حسمت الامر قلت راح انزل كل هاي الموارد جوي على المكان اللي اتفقنا بيه. راح انزلهن يا جماعة، راح انزلهن هنا مكانهن محلو. يعني هنا فرانك تشتغل تطلع تطلق زومبي لابس دروع ذهب يقتلك بكل سهولة. فقررت ان ازول هاي كل هذه الموارد. شوفوا عندي هاي الموارد كلها، قررت اسوي جوا ترتيبات. شوفوا الصندوق مال البيت ان شاء الله على الحلقة الجاية راح اخذ من عند الخشب على مود اسوي منه صناديق. يا الله سوى الصناديق، نحتاج يجوز 7 صناديق 6 صناديق هيك. سويت الصناديق ونازل جوا حتى اخليهن بالمكان اللي اتفقنا عليه. هنا خلي صندوقين طبعا اخلي فراغ بيناتهن على مود الفترة تجي احط لك بينهن كرافتن تيبل. هنا هذا مال الاكل، هذا بالزاوية. هذا شوفوا جزء مال الموارد القوية، ذاك مال الاكل. هذا شو خليه مال شو اسمه الحجر، وهذا من السوالف مالت الكهف. هذا عشوائي هيك كشم عشوائي.
تمام. بس تقول احس ما الموارد يعني هواي كبير انا، فلازم اخلي واحد، لان الموارد انش عندي ذهبات شوي ورد ستونات. يلا نجي ناخذ الموارد اليمنى، نجي ناخذ الحجر، ناخذ هذا كمية من الحجر ونرجع لكم. طبعا اخذت اكثر المواد وهسه بقالي شي قليل هسه اخذهن. هذا كنت خايف منه، يجي لك زومبيين يعني ما تخافون الله انتو تجون 2 على 1. خلنا نهزم منكم، عدل وضعيتي شوية واجيكم. ما يصير ننام، لا ما يصير لك، تعال لازم اقتلكم. خلنا ننام وباكر الصبح على مود يحترقون هذول هالكلاب. كل شوية واحد هاجم علي دحبا، توني قاعد من النوم تلقى هذا المنظر قدامك. يا اخي خلنا نجي نقتل هذا الاسكليتون. عبالي لا ما كاين اسكليتون، هذي عن اسكليتون. لك تعال ابلع كريبر ابن الكريبر. عوف ينفجر علينا يطيح الأمة العربية. يا الله هسه نجي نكمل نشيل القراض اللي عندنا. عوف ذا هسه نفس خلنا نكمل الحجر وهاي السوالف ونرجع لكم. كملت من ترتيبهن وحولت كل المواد. طبعا هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المشاهدة، شكرا جزيلا على مشاهدتكم، ويلا باي مع السلامة.